اليوم الأول من الأيام الجليلة لشهر كريم تتنزل معه الرحمات وتتضاعف فيه الحسنات بتعدد أوجه المبرات وأعمال الخير والمكرمات. في هذا الشهر الفضيل يصر جلالة الملك محمد السادس نصره الله على تدعيم أسس ولبنات صرح التكافل الاجتماعي، ويسارع إلى فعل الخير والإعانة على فعله، مقتديا بأسلافه الأكارم الأخيار، ومجسدا لقيم التضامن التي طالما ميزت المغاربة وعززت وحدتهم وتآزرهم في السراء كما في الضراء، حرصا منهم على الامتثال لتعاليم الدين التي تحث على مساعدة المحتاج وإعانة الفقير. من حي الفتح بمدينة الرباط أعطى جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن انطلاقة عملية الدعم الغذائي رمضان 1437 التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك. عملية رمضان في نسختها 17 التي رصد لها غلاف مالي قدره 56 مليون درهم سيستفيد منها زواء 2,400,000 شخص ينتمون إلى 473,900 أسرة، منها 403,000 أسرة بالوسط القروي عبر مختلف جهات المملكة. تمت تعبئة آلاف الأشخاص لضمان السير الجيد لهذه العملية، تدعمهم مساعدات اجتماعيات وموظف التعاون الوطني ومتطوعون من ضمنهم طلبة. تحت الإشراف الفعلي لجلالة الملك تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن السير على ضرب العمل الاجتماعي والإنساني الناجع لفائدة المحتاجين. هذه العملية ذات الدلالة الاجتماعية القوية في هذا الشهر الفضيل، والمنظمة بدعم من وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، تعكس العناية الملكية الموصولة بالفئات المعوسة، كما تعزز الزخم التضامني الذي يميز المجتمع المغربي. منذ انطلاقها عام 1999 أضحت هذه العملية الوطنية موعدا سنويا يتوخى تقديم الدعم والمساندة للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لا سيما النساء الأرامل والأشخاص المسنون وذوي الإعاقة. تأتي هذه العملية النموذجية من أجل دعم الأسر المعوزة بمختلف الجهات، اعتبارا لخصوصيات هذا الشهر الكريم وما يتطلبه من مواد غذائية أساسية قد لا يكون في وسع الجميع توفيرها، نظرا للوضعية الاجتماعية الهشة التي تعيشها هذه الفئات، وعدم توفرها على دخل قار وكاف يمكنها من تلبية جميع الحاجيات. يحرص أمير المؤمنين على إيصال المساعدات للأسر الفقيرة وتمكينها من سد الرمق ودفع الحاجة، ترجمة لفضائل الدين الجامع لقواعد الملة الصحيحة من عقيدة سليمة وعبادات ومعاملات توحد المؤمنين على فعل الخير وأعمال البر وتنشر المحبة والتآلف والتقارب. يواصل أمير المؤمنين نشر ثقافة التضامن ويعطي المثال العملي بما يقوم به من أعمال جليلة ومبادرات خيرة دعما للفقراء والمساكين ومن هم في أمس الحاجة إلى الدعم والمساندة. وثقافة التضامن مستمدة من صميم الدين الإسلامي الحنيف الذي يحث على إشاعة روح التآخي والتضحية، كما يزخر موروثنا الحضاري بقيم نبيلة تحفز على الأخذ بأيدي الفقراء والمحتاجين، وهو ما جبل عليه المغاربة منذ القدم، تمسكا منهم بخصال ثقافة أصيلة مبنية على التآزر والتكافل، وهي قيم لا يحرص أمير المؤمنين على إشاعتها داخل أرض الوطن فحسب، بل إنها تمتد لتشمل كل ذي محنة وبلية في أرض الله الواسعة، قياما منه رعاه الله بالواجب الديني والإنساني، واحتسابا بما أعد للعباد المحسنين من عظيم الأجر وجزيل الثواب. وإذا كان الناس في الإقبال على الخير محتاجين إلى القدوة الحسنة، فإن أمير المؤمنين بعنايته المولوية الفائقة ورعايته الملكية السامية المتواصلة التي يوليها لأفراد شعبه يجدد كل عام انطلاق حملة جديدة للتضامن يتآزر فيها أبناء الأمة
فيعطي من أفاء الله عليه لمن يشكو الحاجة وقلة اليد. وهذا الاهتمام المولوي السامي لتجسيد من لدن أمير المؤمنين لسنة جده المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، الذي كان أجود في رمضان من الريح المرسلة.